وصفة اليوم بدها كتير شغل، بدك تشمري عن زنودي. بدنا نحضر الحشوة: رز مصري، حبة القصيرة، لحمة مفرومة على الناعم، فلفل أسود، ملح، الملح، برشة قرفة بيعطوهم طعمة طيبة، برشة بصل، نهرس سنان توم، زيتون، ذوبت مكعب مرق بشوية مي. رح نخلط المكونات وهاي الحشوة صارت جاهزة. 1 2 نبرمها، صارت جاهزة. بنحشي الكوسة هيك، بنفرفدها، ما بنعبيها كلها 3/4. ورق العنب طبعا سالقينه، نحط فيه الحشوة بهالطريقة بس ما بنكتر. بعد ما نحط لحمة مع رشة فلفل أسود بنصفهم، رشة ملح بنغمرهم بالمي وبنطبخهم. قبل ما نطفي النار ب5 دقايق نطفيهم بالثوم والحامض. نطفي الزوم. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صحن ميلا بعد ما برد، تفضلي. صحة وهنا مع لبن، بسم الله. لازم سقسقه. الله، يسلم ايديك على الطبخة يا مامي. أطيبة. رح نحط 4 بيض، شوفي كيف؟ نضيف عليهم الفانيليا. بدنا نحط كوباية سكر. رح نخفق البيض، اوكي؟ بدنا نضيف نص كوب وعم نخفق. هيك بس وصلنا لهالقوام صار جاهز. نحط باقي المكونات. نبرش الحامض. بدنا نعصر 3/4 كوب حامض، في ناس بيقولوا له ليمون. اوبا، 4 كوب حليب. برافو ميلا، نباتي. بدنا ننخل 2.5 كوب طحين. هذا اول واحد. بيكنج باودر. اوبا، رح نحرك بالسباتولا. وهيك لازم يكون قوام الخليط. هون بلو بيري، رح نحط عليهم معلقة طحين، بنحركهم منيح. هون بالكيك دهنا القالب بطحينة ورح ننزل فيه الكيك. هوبا، ناخده على الفرن. وهيك طلعناه من الفرن وبنقلبه هيك. بسم الله. شوفوا قديش فلافي. ميكس الحامض مع البلو بيري مع خليط الكيك عامل طعمة رهيبة كتير. واو، أطيب كيك حامض بالبلو بيري فيكي يوم أجرب، صح؟